السلام عليكم البنات متتبعاتي الوفيات الغاليات. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين على خير. كنتمنى يا اختي نلقاك هذا الفيديو هذا في اتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله كيف كتلاحظوا معايا فغادي نتقاسم معكم ثلاثه ديال الوصفات ساهلين كاقتراح هكايا للغوتي اولا الفطور، اولا هكايا يديهم وليداتكم المدرسه في اللانش بوكس ديالهم، علاش لا. وصفات اقتصادية سهلة بمكونات بسيطة كيف ما عودتكم، وغادي ندوزو نتعرفوا على الطريقة والمراحل ديال هاد الوصفات هادو. غادي نبداو على بركة الله. فأول حاجة في واحد البول هنايا غنحتاجو قبيصة ديال الملحة وحبة وحدة د البيض، وهنايا نص كاس ديال السكر وساشي ديال الفانيلا. هنايا البنات غنبداو بلي ميني كيك اللي كيجيو ساهلين وبيضه وحده. هنا كنزيدو ربع كاس ديال الزيت النباتيه، وهنا غادي نزيدو واحد الياغورت بالنكهه ديال الفانيليا من وزن 100 غرام، وغادي ناخدو سوا الخلاط اليدوي اولا الخلاط الكهربائي، وغادي نطربو هاد المكونات حتى يطلعوا مع بعضياتهم مزيان بهذا الشكل هذا حبيباتي. وغادي نزيدو هنايا الدقيق ليكون نوعيه جيده، غادي نحتاجو فقط كأس واحد من الدقيق اللي يكون نوعيه مزيانه واللي غادي نغربلوه، وغادي نضيفو كذلك خماره وحده، صافي. وغادي نخلطوا هاد المكونات بالخلاط اليدوي بهذا الشكل حتى نتحصلوا على واحد القوام اللي يولي لنا هكا. وغنزيدوا واحد المعلقه صغيره ديال الخل، وصافي. غادي نجيبوا القوالب اللي غادي يدخلوا لينا للفران، فاحنا غادي ندهنوهم شويه الزيت اولا الزبده اللي كان عندك، وغادي نرشوا عليهم شويه ديال الدقيق من طبيعه الحال باش هكايا فاش ندخلوهم للفران ما يلصق ليناش فيهم داك الميني كيك. هاد الميني كيك البنات كيجيو فرديين وكيجيو هشاش ما شاء الله وكيجيو زويونين. صافي خليك معايا حبيبتي حتى التالي ديال الفيديو باش هكايا نكملوا الوصفات كاملين. غادي نستفو هاد القوالب في اللاطه اللي غتدخل الفران، وغادي نخويو فيها هنا جهد ملقه ونص هكايا ديال الخليط. ما تعمروهمش بزاف البنات باش هكايا يلقاو فين يضاعف الحجم ديالهم، صافي. وغادي ندوزو هنايا انا النص الاول فانا غادي ندير له هكايا طريفات ديال الخوخ اللي قشرتهم. خديت خوخه البنات قشرتها قطعتها هكايا طريفات صغارين ودرتهم هكايا من الوسط، والنص الاخر اللي غادي تبقى ليا فانا غادي ندير فيهم واحد تفيفيحه اللي حتى هي غادي نقشرها ونقطعها رقيقه. شفتوا يا البنات شحال ساهلين هاد الميني كيك هادو، غالا ما بغيتيش اختي تجربيهم وتفرحي بهم هكايا وليداتك يديوهم معاهم هكايا للمدرسه. شي حاجه سهله ديال الدار. ومن بعد ما خرجناهم من الفران فكيجي الشكل ديالهم هكا، وانا هكايا شوفوا كيجيو محمرين ما شاء الله. غادي ندهنهم هكايا بشويه ديال العسل، وغادي نرشوا عليهم شويه ديال الكاوكاو اللي يكون مهرمش كتزيين فقط. صافي حبيباتي شوفوا كيفاش كيجيو رطيبين ما شاء الله. فكان هذا هو الاقتراح الاول اللي حبيت انني نشاركه معكم. شفتوا البنات هنايا راه ما كيلتصقوش بالمره حيت دهناهم بالزيت ورشينا عليهم الدقيق.
وغادي ندوز دابا باش نتعرفوا على الاقتراح الثاني. هذا هو الشكل النهائي ديال الميني كيك، كنتمنى يعجبوكم. بالنسبه للاقتراح الثاني فغادي يكون هكايا واحد الحرشه اللي تقدري يا اختي تحضريها هكايا في الكوتشي لوليداتك. فهنا غنحتاجوا الماء، كاس د الماء دافي، وجوج كيسان ديال السميده، وهنايا شويه تاع الزيت، ومعلقه ديال السكر كبيره، ومعلقه صغيره ديال الخماره حمراء، ومعلقه صغيره ممسوحه ديال الملحه، وكذلك معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز. فقط هادو هما المكونات، حريشه سهله مهله وغادي تعجبك يا اختي، كتجي بحال ديال برا. هنا غادي نضيفو معلقه تاع الملحه، وباش تنجح معكم الحرشه وتجي بحال ديال الزنقه السر هو انكم ديروا المليحه شي شويه زايده. كنضيفو معلقه ديال السكر كبيره باش هكا تحمر لينا الحريشه ديالنا، وغنضيفو معلقه ديال الخماره حمراء صغيره، ومعلقه صغيره كذلك ديال الخميره ديال الخبز. هنا غنضيفو معلقه كبيره ديال الزيت النباتيه باش هكا نبسبسو هذيك الحريشه ديالنا، وغنبسوها هنايا البنات فقط بالاطراف ديال الاصابع حتى كتدخل لنا هذيك الزيت في السميده ديالنا، السميده الخاصه بالحرشه. ودائما القياسات حبيباتي فانا كنعطيهم لكم بالكيسان ديال العنبه باش هكا تنجح معاكم الوصفات اللي كنتقاسمها معاكم. هنا غادي نضيفو كاس ديال الماء فكيجي قد قد، وما غاديش نعجنوها البنات، فاحنا كنحاولوا غير نلموها هكايا بالاطراف ديال الاصابع وصافي كنجمعوها وكنخليوها ترتاح وتشرب لينا داك الماء، ماشي بزاف، غير بين ما عمرتوا واحد الكويس ديال اتاي. تلوحوا الماء ديالكم يطيب وعمروا اتاي ديالكم. وهنا غادي تجيبوا واحد المقيله اللي غادي تدهنوها بشويه ديال الزيت. انا البنات سمحوا لي فكيعجبني نخدم غير بيديا، وغادي نرش عليها هكايا سميده. سمحوا لي البنات على الصداع. هنايا كناخدو الحرشه من بعد ما هنايا تشربات داك الماء، فحنايا غادي نحاولوا اننا نقرصوها بالاستعانه بالسميده. انا هنا الماء درت غير السميده الرقيقه، ما درتش هذيك الغليظه. لا بغيتو تقرصوا بالغليظه يمكن ليكم. هنايا غادي نقرصوها بهذا الشكل، وغادي نستعملوا بالظهر ديال الملعقه باش هكايا نقادو هذوك الجوانب، وكتجي مدوره بهذا الشكل هذا. وكندوزو المعلقه من الفوق باش ما يبقاوش الصبيعاتنا باينين. على نار متوسطه كنحطوا ديك الحرشه باش طيب، كنقيسوها كنشوفوا باللي راه شدات في راسها، وكنعاودوا نقلبوها. شوفوا ما شاء الله البنات من بعد ما قلبناها ومن بعد ما طابت فالحرشه ديالنا تبارك الله ما شاء الله كتجي محمره، واللون ديالها كيكون زوين وغزال تبارك الله. ما شكرتها لكم حتى تجربوها وغادي تردوا عليا في التعاليق ان شاء الله. فراه اللي عطيت له هاد الحريشه هادي من العائله فكتنجح معاه من اول مره غادي يصايب الحرشه، واخا تكون اختي الحرشه ما كتصدقليكش هاد المره بهاد الطريقه ديالي غادي تنجح معاك، غير جربيها على ضمانتي. وكان هذا هو الاقتراح الثاني، وغندوزو مع بعضياتنا نتعرفوا على الاقتراح الثالث اللي غادي يجي هكايا على شكل بريوش. هنا غادي نحتاجو جوج كيسان ديال الماء دافين، وهنايا كاس لاروب ديال السكر، ومعلقه ونص ديال الخميره ديال الخبز. وغادي نخلطو هاد المكونات مزيان، وغادي نضيفو عليهم واحد الكاس ديال الدقيق اللي يكون نوعيه مزيانه كيف قلت لكم، وغادي نغربلوه. غادي نخلطو هادشي مزيان بالخلاط اليدوي حتى يولي لنا بهذا الشكل هذا، وغادي نغطيو هاد المكونات حتى لو كانت فاعلين مع بعضياتها. هنا رجعت معاكم من بعد ما تفاعلوا لنا المكونات مع بعضياتهم، فاحنا غنضيفوا المكونات الاخرى اللي هي ساشي ديال الفانيلا. هنا 4 كاس ديال الزيت النباتيه، وهنايا ياغورت مسوس. ها البنات ياغورت مسوس كيجي واحد البريوش اقتصادي بلا قوه المكونات بلا حليب بلا والو. هنا كنزيدوا واحد شويه ديال الملحه، غير شويه يا البنات، وواحد الساشي ديال الخماره حمراء. وغندوزو نبداو نضيفو الدقيق على حسب البنات الدقيق، فكاين اللي كيتشرب وكاين اللي ما كيتشربش. انا هنا غادي نعطيكم يعني بالضبط شحال دخل ليا هذا البريوش هذا. فهنا كمرحله اوليه فانا غربلت 3 ديال الكيسان ديال الدقيق، وغادي ندوز نبدا
نجمع البريوش ديالي. هنايا البنات كان مازال خاصني واحد الكويس، فانا زدته. يعني هي البنات بالحساب دخلت لي 4 ديال الكيسان ديال الدقيق. والعجينه ديالكم خصها تجيكم بهذا الشكل هذا، كتجي كتلتصق في اليدين. هنا غنضيفو طريفات ديال الشوكولات اللي قطعتهم هكايا طريفات صغارين، وغادي نعاود ندخل داك الشوكولات في هاد العجينه. ما تعجنوش البنات باش ما يذوب ليكمش صافي. وغادي ندهنوا البريوش بشويه ديال الزيت هكايا من الفوق، وغادي نخليوه يختمر. وها حنا رجعنا من بعد ما البريوش ديالنا خمر. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي خامر، والعجينه ديالنا كتجي هكايا طريه ومعجونه مزيان واخده راحتها في الخمير. يعني ارتحت مزيان هنا بالاستعانه بالزيت. فاحنا غادي نديكازيو هذا البريوش هذا، وما تخلعوش منه يا البنات. واخا العجينه ديالو دايره بحال هكا كتلتصق في اليدين، فحنايا غادي نتحكموا فيها. هنا غادي ناخذ الطاوه اللي غتدخل الفران، دهنتها هنايا بالزيت وما رشيتهاش بالدقيق. اللي بغات ترشها يا البنات بالدقيق ترشها. هنايا بالاستعانه بالزيت فانا كندير كويرات بهذا الشكل هذا متوسطين. بس هنا من بعد ما كملت الطاوه الاولى فغادي نخليها ترتاح. كي شفتوا هنايا عاود قرصتهم شي شويه من الفوق باش ما يجوش عاوتاني غلاضين بزاف. هنا خرجت لي 12 قطعه، غطيتها هكايا باش تعاود تخمر المره الثانيه. وغادي ناخذ هكايا القهوه سريعه الذوبان مع صفر بيضه، وغادي ندهن البريوشات ديالي هكايا من الوجه ديالهم. البنات البريوش بغيتو ديروه كبير بغيتو ديروه صغير ليكم الاختيار. البنات حاولوا تبعدوا بين البريوش ديالكم باش هكا فاش يكون كيطيب في الفران راه كيضاف في الحجم ديالو باش ما يلصقش ليكم، تلصق ليكم وحده مع وحده. ديروا بيناتهم شويه ديال الاتساع صافي. والفران هنايا البنات كيكون سخون، كيف كتعرفوا المخبوزات كيعرف كيبغيو الفران يكون سخون. غندخلوهم يطيبوا من الفوق لتحت. هنا البنات حبيباتي ملي تيطيب البريوش شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي محمر وهكا مفشفش وخاوي من الداخل، كيجي رطب البنات. شوفوا ما شاء الله ما شكرتو لكم، كيجي قطني وكيجي مفشفش ورطب. هنا البنات كتزين فانا دهنته بشويه ديال العسل، وغادي نرش عليه شويه ديال الكاوكاو مهرمش. والنص الاخر فانا دهنته بالعسل ورشيت عليه كذلك الكاوكاو، ودرت عليه واحد الرشه خفيفه ديال السكر كلاصي. والتزيين كيبقى على حسابكم، تقدروا تخليوهم غير هكاك. هذا هو البريوش ديالي، كتقدروا هكا تعطيوه لوليداتكم وكيجي زوين. يقدر يجلس معكم في الثلاجه يومين حتى 3 ايام، وتقدروا تحتفظوا به في الفريغو فكيجي زوين من بعد ما كتسخنوه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم اللي شاركت معكم فيه اقتراحات ساهلين ماهلين هكايا للكوتي اولا يديوهم هكا وليداتكم في لانش بوكس ديالهم المدرسه. فإلا وصلتوا حبيباتي حتى الاخر ديال الفيديو فما تنساوش اختكم بواحد اللايك، ديري لي اختي ديك البصيمه بركي عليها، وكذلك بواحد التعليق اللي يكون هكايا محفز. وكنضرب لكم موعد الفيديو اخر ان شاء الله. بسلام عليكم، خليت لكم الراحه حبيباتي.